النهارده كان في ماتش مهم جدًا لفريق النادي الأهلي مع الهلال السوداني في السودان. الماتش كان فيه لاعبي الأهلي مش في الفورمة أغلبهم، وفي نوع كبير من التخاذل، وما كانش المستوى المطلوب منهم، لغاية ما فريق الهلال كرة من ضربة ثابتة والشناوي شكله ما كانش شايف من الشمس، فالكرة اتشطت عليه فما شافش الكرة فالكرة دخلت، وده الهدف الأول لفريق الهلال السوداني. بعدها بدأ لعيبة الفريق الهلال السوداني يقعوا عشان يضيعوا وقت، منهم لاعب وقع، فاللاعب لما وقع دخل الجهاز الطبي، حصلت مشكلة كبيرة جدا جدا. محمد الشناوي طلع من المرمى بتاعه لغاية تقريبا نص ملعب، وراح اتعارك مع الدكتور بتاع الجهاز الطبي كويس بطريقه، يعني كان في عصبيه شديده جدا من الشناوي. انا مش متعود على الشناوي على كده، متعود على الشناوي ان هو هادي وبيهدي اللعيبه واي مشكله بيحاول يحلها. النهارده الشناوي يعني كان متعصب جدا، وكان بيتعارك مع الدكتور، ومحمد عبد المنعم بيتعارك مع الدكتور وتعارك مع الجهاز الطبي. وبعد كده بدا اللقاء الاهلي مستواه يتحسن وبدا يتحرك، بس في الاخر ما احرزش اهداف والماتش خلص 1-0. بعد الماتش ما خلص الشناوي وعبد المنعم ولاعبي الاهلي كملوا عركه مع الجهاز الطبي ومع الجهاز الفني لفريق الهلال السوداني. اول مره اشوف بصراحه، يعني دايما اعرف ان الشناوي اعصابه هاديه، ما بيتعكرش ما بيعملش مشاكل، بالعكس ده دايما هو اللي بيهدي اللعيبه. فعلامات استفهام على يعني الجون اللي دخل فيه، وعلامات استفهام على العصبيه بتاعته. برضه ما ننساش ان الشناوي هو حارس مرمى مصر الاول حاليا، فاي خطأ بيعمله بيضر سمعة مصر كلها. فده اللي انا شفته النهارده في الماتش، واتمنى ان هو يعني الموضوع يعني يتم احتوائه، لان الوضع حاليا مش مقبول ان احنا نتعاركوا مع كل فريق. يعني ريال مدريد تعاركوا مع فلامينجو، تعاركوا مع الهلال السوداني، تعاركوا. طب ينفع كده؟ وفريق رايح يتعارك مع كل الفرق؟ فاحنا عايزين شوية هدوء،